افسحوا في هدوء واكرموا اخوانكم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وسيد المصلحين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله المتبعين لهديه وسلم تسليما. أما بعد، إن هؤلاء يحبون العاجلة الدنيا بمفاتنها ومناصبها ومباهجها. من كان يريد حرث الآخرة، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، ومن كان يريد من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. الحرث معناه ايه؟ الزرع. احنا فاكرين قلنا لكم زمان في سورة الله قبل ايه؟ لا تقولوا زرعنا ولكن قولوا حرثنا فإنما الزارع الله. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون الآخرة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، أحكمناه وأبدعناه وأتقناه، وإذا شئنا نحن الله بقدرتنا بدلنا أمثالهم. فيها من أبرار وفجار، وما فيها من ثواب وعقاب، وما فيها من قدرة وإرادة، وما فيها من إغراء واصطبار. إن هذه الصورة صورة الإنسان، صورة الدهر، تذكرة لمن يريد أن يتذكر. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه. معنى الحتة دي بقى ايه؟ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. معنى ايه؟ اسمع دلع. فمن شاء لأن في أول سؤال ايه؟ ايوه تمام كده. أول سؤال ايه؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا واما كفر. يبقى هنا في الاخير بقول ايه؟ فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. يعني ايه؟ يعني فمن شاء اتخذ سبيل الشاكرين، اي سبيل المؤمنين، لان سبيل المؤمنين هو سبيل الله، اما السبيل الاخر فهو سبيل الشيطان. ان هذه تذكرة، اي فمن شاء امن، فمن شاء اختار سبيل الخير، فمن شاء اختار سبيل الشكر، فمن شاء اختار سبيل الرشد ورفض سبيل الغي، رفض سبيل الجحود، رفض سبيل الكفر، لأن سبيل الإيمان هو سبيل الله وسبيل الكفر هو سبيل الشيطان. فالذي اتخذ إلى ربه سبيلا، الذي شاء سبيل الله، الذي اختار سبيل الله، هو الذي آمن واتقى وصبر وكان من الأبرار. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه هي المشيئة العامة، لأن المشيئة تنقسم إلى مشيئتين: مشيئة خاصة وهي خاصة بك واختيار أي طريق تختار، وهناك المشيئة العامة التي يتوقف عليها كل ما يجري في هذا الكون
المشيئة مشيئتان، مشيئة خاصة وهي في الانسان ذاته، ومشيئة عامة وهي مشيئة الله. يبقى المشيئة اللي معانا ايه بقى؟ المشيئة العامة، يعني لا تشاءون اي شيء ولا تفعلون اي شيء الا اذا شاء الله، لانه لا يقع في ملك الله الا ما يريده الله. وما تشاءون الا ان يشاء الله. ان الله كان عليما حكيما. المشيئة الخاصة هي، اسمع ايه بقى، يدخل من يشاء. ايه دي المشيئة الخاصة؟ يعني من شاء سبيل الرحمة ادخله الله جنته، ومن ظلم ادخله الله ناره. يبقى الايتين دول مشيئتين. الايتان الاخيرتان تتحدثان عن المشيئتين، المشيئة العامة وهي مشيئة الله وهي المرادة بقوله وما تشاءون الا ان يشاء الله، والمشيئة الخاصة وهي مشيئة الانسان وهي المرادة بقوله يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين الذين شاءوا الظلم وشاءوا الضلال اعد الله لهم عذابا مؤلما مهينا. يدخل من يشاء في رحمته، وما تشاءون الا ان يشاء الله، ان الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين في كل ارجاء الدنيا. وما اكثر الظالمين وما اكثر انواع ظلمهم. الظالمون للعباد في اموالهم، في افقارهم، في تعذيبهم، في ايذائهم. يظلمون دعاة الله، يظلمون الفقراء، يظلمون الرعاة، يظلمون في الاعراض، يظلمون في الحقوق، يظلمون في كل ما يمكن او كل ما يجب ان يصل الى حقه او ان يصل الى صاحبه. وما اكثر الظلم وما اكثر الظالمين. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. واننا نرى الظلم في هذه الايام قد عم وطم. هل ذلك هو مؤذن الفجر؟ هل ذلك هو مخرج النور؟ لان اشد ساعات الليل ظلاما هي الساعة التي تسبق الفجر، هي ساعة الميلاد، هي ساعة النور. هل ترى وصلنا الى هذه الساعة بعد ان رأينا المسلمين يضطهدون ويعذبون، وبعد ان رأينا دعوة الله يتكالب عليها كل اعداء الله، يريدون قتلها، يريدون اماتتها، يريدون قتل اصحابها، يريدونهم الا يسيروا بها لتنير القلوب وتصلح السلوك وتهدي النفوس وتوفر الخير والعزة والقوة لاتباع الانسانية كلها. ان الظلم ضارب في بلاد الايمان وفي بلاد الكفر. رأينا الكفار يتسلطون على المؤمنين في فلسطين وفي الفلبين وفي كل مكان يتسلط فيه الكفر على الايمان، يتسلط فيه الكفار على المؤمنين، حتى ان الكفار يظلم بعضهم بعضا لمجرد انهم يتململون من الاحكام الظالمة الجاهرة. لنأخذ الامثلة كثيرة، منها مثل الصين الذي ما زال موجودا بيننا. الصينيون وان كانوا على غير الاسلام الا انهم يتململون من الحكم الشيوعي الملحد الكافر. قاموا يطالبون بالديمقراطية كما يزعمون لانهم لا يفهمون غيرها، لانهم لم يجدوا من المسلمين من يعرض عليهم دين محمد صافيا. السبب في هذا هو ان المسلمين يعوقون، وان الدعاة يقيدون ويحبسون حتى لا يسيروا بنور الله ليضيئوا به القلوب في الشرق والغرب. بقدر ما يفهم الصينيون وبقدر ما يفهم الروسيون يقومون للمطالبة بالديمقراطية. انتم تسمعون في كل يوم من الاخبار التي تنقل والتي نفهم منها كيف قامت الحكومة الصينية
بماذا؟ بطحنهم بالدبابات. تدوس الناس كما تدوس على الحجر، تدوس الناس كما تدوس كومة من الرمال. دماؤهم وعظامهم ولحومهم تختلط برصف الشوارع، تختلط بتراب الارض، حتى اذا ما اخمدوا المظاهرات قاموا في هدوء يجمعون زعماءها ويحكمون عليهم بالاعدام. ويقوم العجوز الصيني رئيس الحزب الشيوعي دينج سياو بينج ليعلن عن تشدده وعداوته للحرية وعداوته لكل نفس يريد ان يخرج ليعبر عن صدر يريد ان يتنفس الحرية. يعلن عن عدائه لكل الانسانية. ومن اغرب ما سمعت، اولا الى الان اعدموا 27 رجلا، هذا هو المعروف، وغير المعروف اكثر واكثر. من اغرب ما سمعت في هذا اليوم، وكيف استطاع الحزب الشيوعي الكافر ان يذل هذا الشعب. اسمعوا هذا الخبر العجيب، خبر صغير في كلماته لكنه يعبر عن منتهى الذل والكبت والقهر. ارسال فواتير ثمن الرصاص الذي اعدم به طالب الديمقراطية، ارسال الفواتير بثمن الرصاص الى اهاليهم لدفع ثمنه. يعني يقتلون الولد بالرصاص ويرسلون الفاتورة الى ابيه ليدفع ثمن الرصاصة التي قتلت بها الحكومة ولده. هذه هي الصين، هذه هي الصين الصفراء التي تتطلع الى رئيساتها روسيا الحمراء، ومن الجهة الاخرى امريكا السوداء. كل هؤلاء اعداء الاسلام، اعداء الحرية، حتى ولو كان طالب الحرية من بلادهم. فواتير الرصاص، فواتير ثمن الرصاص تصل الى اهالي الذين قتلوا بهذا الرصاص ليدفعوا ثمن ما قتل به اولادهم. انه القهر، انه الظلم، انه القتل، انه الايذاء، انه التعذيب. والظالمين اعد لهم عذابا اليما. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.